بحبك يا مصر دي اقل كلمه ممكن نقولها بعد الفرحه العارمه اللي كانت في شوارع مصر وفي استاد القاهره بفوز المنتخب المصري على الجزائر 2-0. ان شاء الله فرحتنا تكمل يوم الاربعاء ان شاء الله، ومنتخبنا يرجع من السودان رافع راسنا ونصعد كاس العالم. مصطفى مبروك. مبروك يا الاء، ومبروك للمصريين كلهم، مبروك ل 80 مليون مصري موجودين على ارض مصر. بجد اللي يروح الاستاد يتفرج على حب المصريين لبلدهم وقد ايه بيعيطوا من فرحتهم ان منتخب مصر بعد ما كان بعيد عن المنافسه يوصل للمرحله دي. بجد الجمهور المصري ده اقوى جمهور في العالم، والنهارده احنا معانا اثنين من الجماهير المصريه، رنا شوقية مراسله البرنامج ودينا عاطف رئيس رابطه مشجعات نادي الزمالك، واحنا مستضيفينهم النهارده. مبروك يا دينا. مبروك يا مصطفى، مبروك يا الاء، ومبروك لكل المستمعين برنامج 30 دقيقه زمان. انا مبروك يا الاء، مبروك يا مصطفى، مبروك يا دينا، مبروك لكل 80 مليون مصري، مبروك لكل المصريين، وان شاء الله باذن الله لاعبتنا يشرفونا في السودان وان شاء الله نوصل كاس العالم. مصطفى ودينا وانا رحنا الاستاد، عايزين نشوف بقى كل واحد بطريقته. دينا مغامره في الاستاد في الدخول طبعا، انا وانتي غامرنا. احكي لنا انا حتى يوم مغامر جدا. طريقه الدخول طبعا مش طريقه دخول عاديه خالص. احنا دخلنا بعد حوالي 30 دقيقه عدت من الماتش. دخلنا عن طريق الصاله المغطاه، دخلنا من جوه، طلعنا جبال وطلعنا مشينا في الزباله ونزلنا مدرجات غريبه كده وطلعت ملعب، وطلعنا لغايه ما وصلنا لغايه البوابات الالكترونيه. كان معانا تيكت اولى وكان معانا تيكت ثالثه واخدوها برضه مننا، ودخلنا على الشوط الحمد لله على الدقيقه 30 بالظبط، على اسم 30 دقيقه زمالك. بس الحمد لله كان يوم جامد جدا، كان يوم بجد اثبت حب المصريين كلهم لبعض. ما كانش في حاجه اسمها زمالك ولا اهلي. اللي جاب الجون عمرو زكي زمالك، اللي جاب الجون عماد متعب اهلي. عماد متعب جاب جون تاريخي ليه، نص وجه الجون على المايو. 85 مليون مصري نصوا بعدها من الفرحه. الف مبروك لشعب مصر كله، وعقبال ان شاء الله يوم الاربعاء، وان شاء الله الفرج يكون لمصر باذن الله. مصطفى كان ليك طريقه ثانيه في الدخول ما تعززش زينا، احكي لنا يا دي. لا انا ماليش دعوه بدينا والاء خالص. انا دخلت الاستاد الساعه 2 باحترامي جدا، لا برد غير على الصوره ولا اي حاجه. دخلت الساعه 2 والامن كان يعني كان ممتاز جدا بجد، عندنا معامله كويسه جدا. وبعد البوابات الالكترونيه ناس كانت بتدينا شيبسي، عشان بقول له ايه الشيبسي ده؟ قال لك عشان ما انا ابيض. ماشي انا ابيض. الناس ادتنا شيبسي وقالت لي بقول له ايه الشيبسي ده؟ قال لك انت هتقعد من 2 ل 7 لازم تقعد تأزأز يعني جوه الاستاد. ادونا شيبسي بجد، يعني معامله ادميه جدا. تقريبا الاقي معانا اتصال، في ناس كتير بقى عايزه تبارك لنا النهارده. الو الو ايوه مين معانا؟ ايه نرمين علي صوتك بقى يا نرمين. نرمين احنا انا ومصطفى طبعا كالعاده في البرنامج، ومعانا دينا متحدث الرسمي باسم رابطه نادي الزمالك، ومعانا رنا شوقية المراسله بتاعت البرنامج. حاضر الله يسلمك. تقولي ايه بعد ماتش مصر والجزائر اللي فات؟ ان شاء الله. ازيك يا نرمين؟ ايه الاخبار؟ قولي لي ايه كده، يعني اوصفي لي كده فرحتك بعد جون متعب في اخر دقيقه كده. انت عندك امل؟ ما فقدتيش الامل في اي لحظه من لحظات المباراه؟ اتفرجتي على الماتش فين؟ البيت. الاجواء في اسكندريه كانت عامله ازاي يا نرمين؟ توقعاتك ايه بقى يا نرمين لماتش السودان؟ طيب احنا عاملين مسابقه كده نرمين، اللي هتقولي النتيجه بما انك انت اول متصله، لو جبت النتيجه صح طبعا هنتحل الكارت ب 10، مش هنديك اكتر من كده يعني. ولو انا او مصطفى هحللك كل واحد فينا هياخد له 5 مثلا ولا 7 منهم. صح يا نرمين. انا هقول النتيجه انا وسلام على الترابيزه. يا رنا معاكي. قولي لنا بقى نرمين تتوقعي النتيجه كام؟ 2-1. انت نرمين يا رب فعلا النتيجه تنتهي كده ونفرح كلنا باذن الله بعد المباراه. والله انت كنت متفائله للماتش اللي فات واديك متفائله للماتش ده، يا رب فعلا التفاؤل ده يكون صح ويكون خير. متشكرين جدا نرمين على الاتصال. باي باي. رنا بقى كان لها طريقه ثالثه يا مصطفى في المشاهده، يعني رنا عملت التست في بيتها،
استاد خصوصي في طيران، قولي الاجواء اللي عندك عامله ازاي؟ طبعا طبعا البيت عندي ما اختلفش عن اي بيت مصري، ولا اختلف عن استاد القاهره، غير طبعا العدد قليل. جبت كل ما اقابل حد من صحابي، يا جماعه الماتش عندي في البيت، طبعا الماتش عندي في البيت. صحابي كل ما يبقى في حاجه، كل ما يقابلوا حد تعالى الماتش عند رنا، انت عارفه تتصل ببعض والماتش هنتفرج على رنا. كنا قاعدين، عارف اللي هو قاعدين على كتاف بعض، قاعدين على كتاف بعض من كتر الناس اللي في البيت عندنا، وقاعدين نتفرج على الماتش. طبعا الجول الاول جه كلنا نخلص، الجول الثاني جه يعني مش عارفه اقول بقى، خلاص كنا اللي فقد الامل فقد الامل، واللي كان عنده امل ولو بسيط قام بقى، وكان مش عارف اقول لك كان خلاص بيرقص الفرح، كان كله بيرقص يعني. طبعا انت كنت موجود في الاستاد من الساعه 2، فكان في طرق للتشجيع كانت نازله قبلها فتره في الاعلام وفي الناس وكده، هل الجمهور التزم بالطرق دي ولا كانت الشجاعه؟ لا فعلا اعلان الجمهور كان ملتزم جدا بالتعليمات اللي اخدوها من البرامج الرياضيه، سواء بقى الكابتن خالد غندوره والكابتن مدحت شلبي والكابتن احمد شوبير. كل البرامج الرياضيه دي كانوا بيقولوا على الناس ان هم ما يشجعوش من اول لحظه يدخلوا فيها، يشجعوا بدايه من الساعه 6 اول ما بس اتوبيسات اللعيبه تيجي، عشان يحسسوهم ان عشان يبقى في يعني في صوت وفي صحه لسه للناس انها تقدر تشجع ال 90 دقيقه. وفعلا الناس طبقت كده، وكان ساعات الناس كده الجمهور الجزائري يستفز الجمهور المصري، الجمهور المصري يبدا يسخن. هم كانوا عايزيننا بس ان احنا يا دوبك بس نسقط كده او نفرهد من كتر الكلام. فكان في بقى ناس في امن الاستاد كانوا بينزلوا بالمايك اول ما يلاقوا ان الجمهور المصري بدا يسخن وبدا يتكلم كتير، كانوا يقولوا لا اهدوا استنوا بس 90 دقيقه وادعوا قولوا يا رب. وفعلا بجد يعني في لحظه كده الجمهور كله كان بيقرا الفاتحه مع بعضه وبيقرا كل الله احد مع بعض، بجد لقطه يعني او لحظه ما حدش يقدر ينساها خالص من الجماهير اللي حضرت الاستاد. بس الاقي طبعا بدل ما نخوض في الكلام عن التشجيع وكده، عايزين نتكلم بقى نشوف دور الروابط. احنا معانا رئيس رابطه مشجعات نادي الزمالك دينا، دور الروابط في مباراه الجزائر، يعني اللي راحوا وما راحوش، واللي راحوا كانوا محضرين ايه؟ كنتوا محضرين ايه يا دينا؟ كنا محضرين احنا ما كناش كتير اولا، بس احنا رحنا عشان نشجع مصر. قعدنا في ثالثه سمات، كنا قاعدين في وسط الاهلاويه برضه، في ناس اهلاوي كمان. خلاص احنا عارفين بقى ماشي، بس انا اقول لك كان معانا بنت من اطرف اهلاوي واهلاويه جدا جدا. انا كنت لابسه طبعا كنت لابسه ابيض في احمر في اسود، بس لازم احط حاجه زمالك، والموبايل برضه فيه زمالك، فسابتني تقول لي ايه ده ايه الزمالك ده، وبتهزر معايا هقطعك. بس بعد الماتش حضرناها وبوسنا بعض وعادي. هو ده الحب اللي ظهر بين الزمالك والاهلي، في حب منتخبنا منتخب مصر طبعا. يعني الكلام اللي كان مكتوب في المنتديات ان الناس ما تروحش ان البنات ما تروحش ماتش مصر والجزائر، والكلام اللي بتاع الكابتن ايمن يونس اللي قال لك برضه الناس ما تروح، الكلام ده فعلا حصل ومنع ان البنات يروحوا بكثافه يعني. هي منع البنات تروح، بس برضه في بنات صممت ان هي تروح علشان خاطر ان هي عايزه تروح وتشجع مصر. بس في بنات راحت عشان خاطر الظروف الاستثنائيه، زي ما احنا شفنا في اخر الماتش كسبانين 1-0 وبنت ظهرت في الشاشه بعد كده هو قامت هايصه. معانا اتصال تليفوني. الو، ايوه مين معانا؟ عمار مستنيين اتصالك من اول حلقه عملناها في البرنامج. اهلا بيك يا عمار. ازيك يا عمار؟ قبل الف مبروك لمصر. ايه الاخبار؟ قول بقى اللي انت عايزه. تمام.